لو بس النهارده خدتي الكلمتين دول وقفتي على رجلك بيهم والله هتشوفي الجنه ما بعدها جنه. الحب بيستمر بعد الجواز ولا بيبقى شعور تاني؟ في حاجه حلوه بتحصل ما بين الاتنين اسمه نعيم، انت مبسوطه ومستمتعه بيه، وهو نفس القصه بتديله هي دعم، ده ما بيحصلش الا بحاجه واحده بس. الحاجه الوحيده انك تحطي ربنا جواكي هو الاول، وهو اللي قادر عليه، وهو الامان عنده هو. ويجعلون من دون الله اندادا يحبونهم ايه كحب الله. ده من اهم اسباب المشاكل الكتير اللي احنا بنشوفها، ان هي حاطاه هو ند ربنا. يعني ممكن بيقولوا كده ربنا فوق وجوزي تحت. لا ما فيش الكلام، هما بيقولوها كده بس التطبيق العملي هو كل حاجه، هو ربنا. انت فاهمه؟ ممكن تسمعش الكلام اي حد في الكون الا ده. فالقصه كلها ما بتجيش الا لما انت بس من جوه تصدقي من جواكي. انا بقول هما 3 حاجات لو عشتي بيهم في حياتك والله هتوصلي الجنه. اول حاجه خالص ظنك. عارفه ايه ظنك؟ صدقي ان اللي انت فيه ده خير، وخليكي بس واثقه في افكارك ان ربنا قادر. يعني 3: ظن، افكار، مشاعر. ظنك ان ده خير. انا دلوقتي انا وجوزي ما كانش بيبقى فيه مشاكل، طبعا بيبقى فيه مشاكل. طيب اول حاجه خالص ده خير، ده رقم 1 خير، اي مشكله تحصل ده خير. طب رقم 2 انا مصدقه ان ربنا قادر يخرجنا من اللي احنا فيه ده. اخر حاجه خالص عيشي كأن اللي انت عايزاه حصل.